بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد عليكم إن شاء الله، يوم على الزمالك، لايف جديد، لايف مهم جدا نتكلم فيه على شوية أخبار تخص نادي الزمالك. النهاردة عندنا شوية حاجات كده هنتكلم فيها. شماتة مرتضى منصور في أحوال نادي الزمالك الحالية، والناس هتقول لي ازاي، هقول لك دلوقتي. ودوره في الجمعية العمومية اللي داخل نادي الزمالك. اخبار يعني حصريه لينا وكلام هنتكلم فيه لاول مره هتسمعه. تقلبات الموضوع التاني، تقلبات كتير وتقلبات كتير في قوام المرشحين، وهقول لك مين طالع من هنا وبيتكلموا مع مين وبيضغطوا مع مين. كلنا عارفين برضو ان بكره هيبتدي يتفتح باب الترشح. عماد البناني، الخبر الثالث اللي معانا، عماد البناني طبعا دي لسه معلومة جديدة. عماد البناني بيعين نفسه رئيسا للجنة تلقي طلبات المرشحين داخل نادي الزمالك. ده الخبر الثالث وأقول لكم تفاصيله. أقول لكم على التفاصيل الخبر ده وإيه اللي حصل فيه. يعني هندردش مع بعض في شوية حاجات. مساء الفل عليكم، صباح الفل عليكم طبعا في كل مكان، إخواتي وحبايبي الزملكاوية. هو للأسف ده حالنا يعني، ولازم نتكلم فيه. هو ده وضع الزمالك، ودلوقتي ايام انتخابات، وهتلاقي بقى في حروب انتخابيه. وهقول لك على شويه معلومات كده في شغل الانتخابات ده يعني اللي جاي. اول حاجه معانا شماته مرتضى منصور في اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. يعني ايه شماته مرتضى منصور؟ ممكن الناس تقول لي هو ايه، مرتضى مش موجود وملوش اي دور في الزمالك فازاي شماتته كده؟ لو حد منكم في الميديا يعني متابع، انا عندي كذا سكرين شوت للواتساب بتاع مرتضى منصور. مرتضى منصور حاليا زي ما قلت لكم امبارح واول، الراجل قاعد في الساحل الشمالي. طبعا الناس ما تفكروش اللي هو محبوس. مرتضى منصور قاعد في الساحل الشمالي يعني بعد الحكم اللي خده، ومنتظر. طبعا بيبقى في حاجه اسمها طعن في الاجراءات من الخارج ومن الداخل، قصه يعني بتاعت محاميين كده وبتاع بتتعمل. فهو قاعد بره، لان الراجل مرتضى لو دخل الحبس على الست شهور اللي واخدهم في قضيه لمياء، مرتضى منصور هيتنفذ عليه السنة اللي هي مع إيقاف التنفيذ، لأن السنة يعني مع الوقت ده لازم يقضيها. وده طلب قدمه محامي ممدوح عباس كمال شعيب. ف يعني الموضوع صعب جدا. فمرتضى منصور قاعد في الساحل الشمالي، في سكرينات بتنزل. هو لسه عنده حاجة تانية خربها وخلع، يرحم أبونا شوية. لا صعب. مرتضى منصور مستر إكس زي ما بنقول إحنا، تملي صعب جدا. مرتضى منصور الزمالك بالنسبة له الكنز وورقة التوت، كلكم فاهمين طبعا يعني. مرتضى منصور مش في البرلمان، مرتضى منصور مش في الساحة، فهو راجل بتاع شو، راجل بتاع ظهور يعني. فالزمالك بالنسبة له هو ورقة التوت، وهو الحلقة بتاعته اللي هيفضل مكمل بيها واسمه بيتذكر وولاده من بعديه يعني. وده كان فكره وحلمه يعني، اللي هو يكمل ويحضر ولاده للقصة. لكن يعني ربنا ما أردش، وربنا ريحنا منهم بدري عشان اللي حصل، ما علينا يعني. فالراجل النهارده باعت، انتوا ما حلتوش مشكلة اليد، وادي القيف موقوف. كنتوا بتشتموني وانا الرئيس الشرعي وانا الرئيس الفعلي وانا اللي كذا. كل الناس طبعا لو شافت الحاجات دي على السوشيال ميديا، لو ما شافتهاش هنزل لكم بكره كام سكرينه بالكلام ده، هنزلها لكم في بوستات يعني خلال بالنهار. كل يوم بيبعت رسائل واتساب مجموعة الصحفيين للمجموعة بتاعت اللي هي الجروب بتاع الواتساب اللي هو هو رئيسه يعني فيه. بيبعت يقول للناس انتوا قعدتوا تقولوا لي امشي والمجلس نادينا هيشوف النور ونادينا مش ما يشوفش النور. و وفي الرسائل دي طبعا، وفي الاخر القيد ما اتحلش وما جددتوش للعيبه وفرقه اليد ضايعه والسله اتوقفت، وطالع شمتان في الجواب اللي اتبعت لنادي الزمالك امبارح اللي كنا انفردنا بيه، اللي هو ايقاف القيد على السله. فطبعا كان طالع شمتان في الكلام ده. فالراجل يعني بيتكلم ان هو اتظلم، لكن يعني الحقيقه ان حضرته وهو بيتكلم هو السبب في كل ده يعني. القيف بتاع السله مش اللجنه اللي بقى لها اسبوع رغم اعتراضنا على الزفت الاهلاوي اللي موجود جوه النادي، لكن مش هو المسؤول اللي
على ايقاف السله ولا القدم ولا اليد ولا الطايره ولا المستحقات ولا الحجوزات ولا المشاكل اللي بتطيله في كل مكان في النادي، ولا المليارات اللي على الضرايب، ولا الملايين المملينه اللي في الكهرباء، ولا اللي عند الميه، ولا الفواتير اللي على الزمالك في كل حاجه تخص الجهه الاداريه كدوله، او الجهه الفنيه كلعيبه او فرق رياضيه او موظفين او عمال. كل ده انت اللي مسؤول عنه، انت اللي مش موفر موارد، انت اللي مش سايب النادي يعني خرابه في كل مكان، فالمسؤوليه عندك في الاساس. لكن الراجل بيرمي اللوم والفشل على حد غيره كطبيعه مرتضى منصور في الفتره اللي فاتت. لما بينجح او بيكسب ماتش او بيكسب بطوله بيطلع يقول رئيس النادي الذكر، رئيس النادي الاسد، رئيس النادي اللي بيوفر، رئيس النادي بيعمل. لكن لما بيخسر بيقول لك اتحاد الكوره وعباس ولبيب والعتال واللجان ومش عارف ايه. ايه مشكله كانت نادي الزمالك؟ يا جماعه اول طرق الاصلاح هي الاعتراف بالخطأ. انا عملت خطأ، لو ما اعترفتش بيه وابتديت اصلحه انا مش هعرف اصلح. لو كبرت ودافعت وبررت عن خطأي، هتمادى في الغلط، والغلط بيجيب غلط، والقرار الغلط عشان انا بدافع عنه فبعمل قرار فوق منه غلط، وشغال على كده لغايه لما كل قراراتي هتبقى غلط. المسؤولين بيخلصوا على الباقي ولنا الله، طبعا لينا الله، لكن والمسؤولين بيعملوا كده، بس الزمالك ان شاء الله مش خلصان. نادي الزمالك ذنبه ايه في انه بيحب الشو؟ انا زملكاوي من 60 سنه، عمري ما شفت رئيس نادي بيكره الزمالك كده. فتح خصومات كتير وكلها شخصيه وجايات كتير، معظم شغله فيها ودمر النادي. ربنا يديك الصحه طبعا استاذ شوكت، وتشجع الزمالك كتير وتشوف الزمالك احسن واحسن. لكن طبعا هو زي ما انت بتقول هو فتح خصومات مع كل الناس، والخصومات دي ضرت الزمالك بقى. يعني بالعكس، هو عمل خصومات لنفسه. يعني انا عمري ما انسى ان مرتضى منصور ده كان بيهاجم رامز جلال، برنامج رامز جلال، ويطلع يتعارك معاه وطالع على قناه الزمالك. انا عمري ما انسى ان طالع على قناه الزمالك يشتم في الناس في الاخوان مثلا. انا معاك، احنا جزء، كلنا وطنيين وكلنا مثلا هنتكلم لصالح بلدنا، بس قناه الزمالك مالها؟ رئيس الزمالك ماله؟ مش عارف. عمري ما انسى ان واحد زي مرتضى طلع عمل حلقه عن البنات اللي في امريكا والبنات اللي في في انجلترا، والناس بيتكلموا فالحاجات دي. الزمالك ماله بيها؟ انت يعني ما اعرفش. انا عمري ما شفت مثلا، انا عمري ما انسى ان هو اتحبس بسبب شتمته للاستاذه ماجده رحمه الله عليها، اخت الخطيب عليه لعنه الله. يعني مش عارف ازاي، يعني انا مش بصراحه مش عارف. يعني هو احنا استفدنا ايه من كل ده؟ ولا حاجه. هو اتحبس والنادي اللي اتضرر. في الاخر يقول لك اصل انا كنت بدافع عن الزمالك. بتدافع عن الزمالك في ايه؟ انا بصراحه ما شفتش قضيه واحده دخلها اسامه المصري، ايوه ومعاك سما المصري وتامر امين وعمرو اديب وميدو ودعبس. لا هنقعد نعد كتير. لكن انا بقول لك عمري ما انسى حاجات كده بعيده عن الزمالك، بعيدا عن الزمالك خالص. مفيش عركه. العراك بقى اللي عمله عشان الزمالك اتضر فيه. يعني قال لك مثلا ما فاكرين ماتش الاهلي ومش هروح وهعمل طلب، وماتش المقصه وما راحش الاستاد واتخصم مننا البناط. مفيش قضيه الا لما بنخسرها، طبعا باستثناء قضيه كهرباء لان الزمالك كان وضعه الاقوى فيها، فوضعه صعب. تاني حاجه دوره بقى في الانتخابات. النهارده كان في زياره للاستاذ، ده بقى خبر حصري لينا في ملوك متعوبه هنا. كان في زياره للاستاذ احمد عبد الوكيل، مسؤول وزاره الشباب والرياضه داخل نادي الزمالك. متنسوناش طبعا يا جماعه لايك وشير بقى عشان نخش عليكم بالاخبار كده وحاجات مهمه يعني وتفاصيل من جوه النادي. استاذ احمد عبد الوكيل ده مسؤول وزاره الشباب والرياضه، والصديق والمقرب جدا من الاستاذ مرتضى منصور.
المقرب جدا من الأستاذ مرتضى منصور. ويقال كلنا فاكرين طبعا ايوه شويه قلوب كده ولايكات يا جماعه، ايه الحلاوه دي؟ ايه اللايكات والقلوب الحلوه دي؟ كلنا فاكرين طبعا ان وعارفين، ونشرت لكم ورقه من حوالي 3 4 شهور نظام ايجار المحلات جوه نادي الزمالك للبنوك وللمطاعم وللشركات وللمكاتب. الزمالك مؤجر لمده 50 سنه قدام. الزمالك مؤجر لمده 50 سنه قدام. يقال اللي كان بيأشر له على الكلام ده هو الأستاذ أحمد عبد الوكيل، هو طبعا صديق الصدوق ليه ومقرب ومن إحدى رجال مرتضى منصور، أحد يعني رجال مرتضى منصور. يعني قضية شبه دي لغاية دلوقتي أنا ما شفتش الوزير ولا لجنة طلعت اتكلمت فيها. الزمالك يعني مأجر لبنك مصر محل، عامله بنك طبعا على سور نادي الزمالك، وكلنا عارفين سور نادي الزمالك وما أغناه من بوتيكات ومحلات وكلام من ده وعقارات يعني للإيجار. مأجر له 50 سنة. طب حضرتك مأجر له 50 سنة دلوقتي ب1,000,000 جنيه دلوقتي الإيجار. باعه يا ريس، والله يا عم سامي باعه والله. محل بيتأجر ب5 مليون في السنة، طبعا ده على سور نادي الزمالك وبنك ورقم. بعد 50 سنة المحل ده ممكن يتأجر بكام؟ وازاي اصلا قانونية ان راجل قاعد 4 سنين بانتخابات يأجر لمدة 50 سنة؟ عشان يعمل حاجة زي كده بيجيب موافقة من وزارة الشباب والرياضة. مين المسؤول في وزارة الشباب والرياضة عن الكلام ده؟ أستاذ أحمد عبد الوكيل. دي طب العضويات اللي بتتعمل جديدة عشان تروح تتفعل وتروح يتصدق عليها بتروح فين؟ للجهة الإدارية. مين اللي بيصدق عليها؟ أستاذ أحمد عبد الوكيل المقرب جدا من مرتضى منصور. طب الراجل ده كان في النادي النهارده. كلنا عارفين ان بكره، ده بقى الخبر اللي بقولك عليه، كلنا عارفين ان بكره فتح باب الترشح. استاذ انور بيقول لي عزبه واتنهبت. طبعا بس ان شاء الله العزبه دي هتقوم تاني، ان شاء الله هتقوم تاني باولاده وبرجاله وبجمهوره وبحبايبه. استاذ احمد عبد الوكيل النهارده كان موجود جوه نادي الزمالك وعمل مقابله مع الاستاذ عماد البناني الاهلاوي، لاني عمري ما هنسى القصه دي وعمري ما هبطل اتكلم فيها، لان ده اصلنا وده نادينا، وانا عمري ما هقبل ان واحد اهلاوي يكون موجود، وهفضل اعرج عليها دايما ان دي يعني خيانه للزمالك وجود هذا الرجل جوه النادي لغايه اللحظه اللي انا فيها، وخيانه لكل واحد ما اتكلمش في الموضوع ده. لان ببساطه يا جماعه لا يمكن انت تدخل واحد بيتك اتفاقيه كامله مدبلجه للانهيار. والله الناس دي فظيعه. لا يمكن يكون عندك بيت ويجي لك واحد من بره يخش وتسيبه يقعد في البيت. لا يمكن، دي حاجه ما تحصلش يعني. اللي حصل بقى الاستاذ احمد عبد الوكيل كان موجود النهارده واتقابل مع استاذ عماد البناني، لان زي ما كنا عارفين اهدار للمال العام المفروض يتحاكم فيه صفقات وسمسره، والدليل سامسون. مين بقى يحاسب؟ الوزير الموالي لمرتضى. مين اللي هيحاسبه؟ الوزير اللي مرتضى بيخاف منه من ساعه ما قال له احكي ايه اللي حصل في السويس. هي دي الجهه الاداريه اللي المفروض تحاسب. ما علينا. استاذ احمد، وطبعا مع وجود موظفين زي مسؤول زي استاذ احمد عبد الوكيل والناس دي، مين هيحاسب؟ طول ما في ناس بتطرمخ وناس بتعمل، فمحدش هيحاسب ولا على المال العام ولا اعمال النادي. الاهلاويه فوق الجميع، الاهلاويه فوقك يا برنس. ما علينا. فالاستاذ احمد عبد الوكيل كان في النادي النهارده، وكلنا عارفين ان بكره فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، واللي هو يوم 3، وهقول لك اخبار عن القوائم والمرشحين وبعض التبادلات. الراجل كان النهارده موجود، اجتمع مع استاذ عماد عشان تظبيط بقى ورق باب الترشح، وطبعا هيقفل يوم 10. فالاستاذ عماد البناني عمل حاجه جميله جدا ومحترمه جدا، يعني مش عارف اسقف له عليها ولا اخده بالاحضان، ولا مش عارف احييه، ولا مش عارف اعمل له ايه الصراحه.
ان الراجل عين نفسه مدير لجنة تلقي الطلبات المرشحين داخل نادي الزمالك. مدير لجنة تلقي طلبات المرشحين داخل نادي الزمالك. يعني اي حد بكره عايز يترشح بيقدم طلب للجنة. مين مدير اللجنة؟ بيقول انا مثلا كابتن حسين لبيب نازل على عضويتي رقم كذا، نازل على مقعد رئيس نادي الزمالك، وتفضل الطلب. وادي الرسوم 15-20 جنيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته التمات في كل وقت وحين. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله. بشكرك يا أستاذ إبراهيم إن إحنا نذكر ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام كده في خلال حديثنا. حاجة جميلة جدا، وأنا بحب الناس اللي بتذكرنا بالكلام ده. المهم الراجل عين نفسه زي ما قلت لك كابتن حسين لبيب معين داخل نازل بكره، سلام عليكم يا لجنه، انا عايز اترشح على مقعد الرئيس، ادي الورقه بتاعتي ورقم عضويتي، اتفضلي يا لجنه. وادي الرسوم اللي بتدفع زي الرسوم اللي هيحطوها رسوم الترشح لانتخابات نادي الزمالك. فالاستاذ مين اللي بقى اللي هيتلقى الطلبات؟ استاذ عماد البناني اللي الوزاره جايباه خصيصا عشان الانتخابات. فمن هنا انت تفهم بعد الزياره دي ودور مرتضى منصور ودور عماد البناني وتلقي الطلبات، انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي.